برضه مع كل الاحترام، بس محدش بس ايه عشان النتيجه يقول لك ده سوري ده في حته ثانيه. اقسم بجلاله الله هو وفيتوريا وامبارح كولر، اقسم بجلاله الله ناس جايه تتعلم عندنا التدريب. تعالى يا ابو الصحاب، تعالى. كابتن رضا عبد العال النهارده قال لك انا مش طالع على البريمو ولا طالع على اللعيب، انا هطلع النهارده على اليوتيوب اتحفكم بفيديو جميل. النهارده جايب لكم فيديو ناري لرضا عبد العال وهو بيقول ان فيتوريا ملوش في الكوره ولا كولر ليه في الكوره ولا اسوريو ليه في الكوره، اللي هم اتخن 3 مدربين في مصر او اتخن 3 مدربين اجانب موجودين على المستوى المصري. تعالى نسمع الكابتن رضا عبد العال، لانه قال لك وانا مش هطلع النهارده على البريمو، لازم اضحكوا على اليوتيوب. وعوده حميده يا كابتن رضا على اليوتيوب، لازم ال 800,000 اللي على اليوتيوب يرجعوا يضحكوا تاني يا رجاله. يلا بينا نسمع الكابتن رضا عبد العال. بس لو بتشوفنا على اليوتيوب يا ريت تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس، ولو بتشوفنا على الفيسبوك يا ريت تعمل لايك وتشيروا لصاحبك تضحكوا معاك، واتبعنا على الصفحه ابو الصحاب. يلا بينا نسمع الفيديو وبعدين نرجع نرد رد ناري. يلا بينا. برضه مع كل الاحترام، بس محدش بس ايه عشان النتيجه يقول لك ده سوري ده في حته ثانيه. اقسم بجلاله الله هو وفيتوريا وامبارح كولر، اقسم بجلاله الله ناس جايه تتعلم عندنا التدريب، والله بتتعلم فينا التدريب. الرجاله دي انت عندك لعيبه كوره كويسه سواء في المنتخب او في النادي الاهلي او في نادي الزمالك، ولكن الحاجات اللي بيعملوها لا تمس بالتدريب باي شيء من الاشياء. ناس كتير هتختلف وناس كتير مش عارفه تقول ايه، والله زي ما بقول لكم كده الناس دي جايه تتعلم عندنا الكوره، تتعلم فينا الكوره، مش تعلمنا، لا ده جايه تتعلم عندنا. وانا بقول لك والامثله كتير، ياما مدربين جم هنا كسروا الدنيا خرجوا بره ما حدش يعرف عنهم حاجه. مسكوا اهلي والزمالك او منتخب مصر ولما خرجوا مننا او مشوا مننا ما حدش يعرف عنهم حاجه. وبكره الايام هتثبت لكم، لان طبعا ما ينفعش اطلع رؤى واطلع دونجا واسيب انزل محمد عبد الغني في الحته دي. انت بتلعب سيد نيمار بتلعبه فين؟ هل ان الراجل ده لما بيلعب ناحيه الرايت بيبقى زي ناحيه الليفت؟ انت حاطه ناحيه الليفت ليه؟ وبعدين بتطلع مصطفى شلبي ليه؟ ده نجم المباراه النهارده مصطفى شلبي لغايه ما خرج. شيكابالا النهارده بيعمل اداء ما حصلش، وحاجه تحسب ليك انت ان بيلعب 90 دقيقه ويفضل لاخر دقيقه عشان يجيب الجول الخامس، فدي حاجه تحسب لك محدش يقدر ينكرها. انما لا، في تغييرات انت مش عارف. وبعدين بتطلع زناري وتنزل محمد طارق. طب ما انت عندك محمود علاء قاعد، ما انت عايز تكسب راجل زي ده خبره زي ده، زي ما انت بتلعب اوباما وبتكسبه وكسبته النهارده. العب بمحمود علاء عشان يبقى عندك هيكل في الفرقه، عندك لعيبه تقيله لما هترجع لمستواها هتقل الفرقه. احنا بنقول ان مفيش صفقات جت، واحسن حاجه ان مفيش صفقات، بس عايزين في لعيبه تلعب. يعني انت ما تقعدش محمود علاء في الفتره دي وتلعب المسؤول في الحته دي. عايز تلعبه يا عم العبه ناحيه الرايت اللي انت بتلعب فيها مصطفى الزناري، واخد بالك؟ انت لو بتلعب فرقه كويسه هتهريك في الحته دي، هتهريك، واخد بالك؟ فانا بقول يعني دي غلطات، بس اهو ربنا رايد ان النهارده عشان مجلس الاداره المحترم اللي جه، عشان ان هو وشه حلو وان دي بدايه جديده وان ده عهد جديد، وتحس حتى اللعيبه فائت، لان كانت الفتره اللي فاتت كلها سواد وظلام، وتحس كده ان انت مالكش ظهر مالكش كبير. خلاص مجلس الاداره جه فتح نفس اللعيبه النهارده. اللعيبه النهارده بتلعب طبعا عشان جماهير نادي الزمالك دي رقم واحد، رقم اثنين عشان المجلس الجديد، رقم ثلاثه ان هم عندهم صحوه بقالهم دلوقتي ماتشين، من ماتش اللي هو بيراميدز وبعد كده ماتش البنك الاهلي والنهارده بيكملوا المسيره يعني. فانا بقول ان مبروك لجماهير نادي الزمالك المجلس الجديد، وخلاص بقى مش هنسمع بقى لا زعيق ولا اي اونطه ولا مجامعه تاني ولا كذب تاني ولا نفاق تاني. دول جايين وفعلا من دلوقتي هيبقى نادي مؤسسي، لان كل واحد عارف دوره وعارف هيعمل ايه وده هيعمل ايه وده هيعمل ايه. ده اللي احنا كنا بنطالب بيه. انما الاول بقى يلا الله يسامحهم، والله يعني يكون في عون جماهير نادي الزمالك وجمعيته العموميه اللي امبارح ادت درس للناس المزقوقه اللي داخله كانت تبوظ الانتخابات وعشان تعمل طعون سقوط ذريع فلان وفلان وفلان، اللي هم كانوا متكلين ان الجعجع كان هيدوهم ولا لان هو لا، ده كده نسفوا حاجه اسمها المجلس القديم والرجاله بتاعته، كده ادوا درس. هم فعلا كده الكبيره دي بتحب نادي الزمالك من كل قلبها، عشان كده خلاص. حتى يعني الناس اتفاجئت امبارح بهاني العتال، انا ما اتفاجئتش لان انا عرفت من جوه النادي من اعضاء تقيله حبايبي اصحابي، قال لك احنا هناخد خيره وهندي لغيره. شوف بقى الجمله عامله ازاي، هناخد خيره، شوف صرف قد ايه، وهندي لغيره. وفعلا امبارح المقوله بتاعتهم اتحققت ان هو سقط ونجح الباشمهندس هشام نصر. فكده الجمعيه العموميه فائت وفهمت وادت لكل
الموهومين اديتهم دروس امبارح على اعلى مستوى. وكلمه بقى اخيره، اللي هيعمل طعن واللي هيرفع قضيه ده خاين، ده المفروض يخش نادي الزمالك تاني، لانك انت الصندوق اللي اتكلم. انت ابو الصحاب، شايفك يا ابو الصحاب اللي لسه ما عملتش لايك، يا ريت تعمل لايك يا ابو الصحاب عشان الفيديو ده مهم جدا، مهم جدا يا ابو الصحاب. المهم عايز اكلمك عن سياسه الكابتن رضا الهجاص اللي طلع قال على نفسه اكتر من مره ان هو هجاص. مش هقول لك بقى ده كان بيدرب ازاي، مش هقول لك بقى ان هو كان بيدرب طنطا، ومش هقول لك ان هو نزلها لدرجه ثالثه، لا انا عايز اقول لك ان الكابتن رضا ماشي بسياسه ان المدرب ده وحش، المدرب ده ما بيفقهش حاجة عن الكورة، المدرب ده ما بيعرفش يدرب كورة، ان المدرب ده ملوش فيها، ومسير الايام تثبت لكم. ويجي وقت ما المدرب يمشي من النادي او يسيب النادي ويمشي، او هو مع المنتخب على فيتوريا يسيبه يمشي، يجي يقول لهم جالكوا كلام يا رجالة، الراجل ده لا يفقه شيء عن الكورة، جالكوا كلامي اهو، جاله اليوم ومشي. هو ماشي بالسياسة دي مع انه لا يفقه شيء عن التحليل، ولا يفقه شيء عن المباريات اصلا، ولا يفقه شيء عن الكورة غير ان هي مدورة. لعب اهلي وزمالك ازاي انا معرفش، مع ان التحليل مش لعب كورة وبس. انا عايز اوصل لك يا ابو الصحاب ان الكابتن رضا عبد العال مشاها بالفهلوه وبالهكس، وبيطلع يقول كلمتين كده في الهكس هكس هكس، وضحك عليا الناس واخد الترند، وهو لقى نفسه النهارده مش هيطلع على البريمو ولا هيطلع في اللعيب، فقال لك اما ايه ألسع حتتين كده النهارده، ضحك عليا الناس عشان نجيب ريتش، عشان نزود الريتش على اليوتيوب شويه، لحسن الريتش وقع وما عادش فيه فيديوهات بتنزل من 7 شهور. فرجع لنا بفيديو جميل يقول لك ايه بقى، ان اوسيريو في البلاله، وان كمان الكابتن فيتوريا في البلاله، وان كولر في البلاله. امال مين اللي حلو في مصر يا كابتن رضا انت؟ ما انا عايز سؤال بقى، عايز الناس تكتب لي في التعليقات، هو قصده بقى مين اللي بيدرب في مصر احلى من الناس دي؟ مين اللي بيدرب في مصر احلى من الناس دي؟ كابتن احمد سامي اللي خد 5 النهارده؟ طب مين؟ كابتن طارق العشري اللي مع الاتحاد وتعادل مع البلديه النهارده؟ طب مين حلو يا جماعه؟ مين حلو في الدوري المصري احسن من الناس اللي هو ذكرها وقال عليها لا تفقه في الكوره شيء؟ ما هو انت يا كابتن رضا مش عاجبك موسيماني، ولا عاجبك فيريرا، ولا عاجبك اوسيريو، ولا عاجبك كولر، ولا عاجبك اي حد. نجيب مين يا كابتن رضا؟ نجيب جوارديولا الدوري المصري؟ ما هو انت هو ده اللي انت بتتحب بيه، وهو ده اللي انت بتحبه قوي، جوارديولا هو ده اللي انت بتحبه، فاحنا مش هنجيبه الدوري المصري يعني اكيد، ده بتمن، يعني بتمن الدوري المصري ايه ده؟ انا مش عايز اقول لك ان هو يشتري اتحاد الكوره بتاعنا، ويشتري كمان يعني ايه باتحاد الكوره بالانديه بكله يعني في مصر. عايزك تقول رايك في التعليقات يا ابو الصحاب على راي رضا عبد العال جوارديولا الهاكس. دي لايقه، دي حلوه والله، نمشيها عليك جوارديولا الهاكس، يا جت كده بس. يلا لايك وشير يا ابو الصحاب للفيديو عشان يوصل لكل الناس، عشان الناس تعرف حقيقه الهاكس بتاع الكابتن رضا عبد العال. شكرا لكل الناس حبايب قلبي.